احنا قاعدين في بيت بالايجار، وانكسر علينا كام شهر كده، والراجل صاحب البيت عمال يزن على دماغي ويقول لي جوزيني بنتك وانا اعفيكم من الايجار اللي عليكم المكسور. صاحب البيت بنتك عندها كام سنة؟ بنت عندها بتاع 17 سنة. هو عنده قد ايه؟ عنده حاجة و50. لا حول ولا قوة إلا بالله. وانت قلت له يا حاج؟ انا بصراحة عمال اكلمه كلام يعقل، ما ينفعش، ده منظور ولادك، ده كده اختار كده. يعني. بس مكسور عليه دين ياما وما معيش، وبعدين هو راجل متجوز بدل واحدة كام واحدة يعني، بس مقتدر ومعاه فلوس. بيعيها بقى بالفلوس، اديها له مقابل كام شهر الايجار دول. حاجة اتقي الله. هو ده موضوع محتاج تفكير. يعني واحدة عندها 17 سنة مع راجل عنده 55 سنة، قد عمرها 3 مرات. يعني هي مجرد ان بس يبقى عندها 30 بقى هو عنده 70 سنة. ده يبقى فيه تكافؤ في الحياة بينهم وبين بعض. ده يبقى فيه تكافؤ، دي حياة تستقيم بينهم وبين بعض. ودي عيلتك تضحي بيها، وهي لا تدرى حاجة عن الدنيا ولا تبقى عارفة ايه اللي ينفعها وايه اللي يضرها. مجرد ان هو معاه جنيهين وصاحب بيته وانت مأجرة عنده، مجرد تفكيرك غلط في حق بنتك. مجرد تفكير، مش ان الراجل كبير فاحنا بنعيب عليه، لكن في الكفاءة في الزواج، ان يبقى كفء ليها، كفء لها بقى في علام، في عيشة، في عمر. انما الفرق العمر ده وتضغط على بنتك حتى لو مش موافقه ولا بتاع، يبقى انت بترتكب محرم. لا لا لا، بنتك لها كامل حريه انها تختار، بس تختار البني ادم اللي انت تبقى موافقه عليه في البدايه انها كفء ليها. لكن ده من البدايه ما ينفعش تعرض عليه، ده ما ينفعش تعرضيه عليها وبعد كده تقولي توافق او ما توافقش. هي لو وافقت يبقى هي مش داريه باللي بتعمله، هتنبهر ان كان الراجل ده عنده حته عربيه ولا عنده حته بيت ولا بتاع. لكن بعد كده انت بتحط النار جنب البنزين. مجرد الراجل دايما بقى عنده 70 سنه وهي عندها حاجه و20، لو عيل في الشارع شاور لها لوح دماغ، يبقى انت حطيت لي بنتك على اول طريق الخراب. لا يا حاج، نقي لها حد يكون محترم برضه من بيت طيب ويكون مقارب لعمرها. حته الماديات دي هتروح وتيجي، لكن انت تبيعيها مقابل 3 4 شهور ايجار، لا يبقى انت بتجني على بنتك. فده خطوه انا لا ارضاها لك، لا مطلقا. الله يبارك لك يا استاذ، تحت وانا امرك، كلامك حلو. تحت امرك.